أسباب وعن علاج. عدد الفتيات اللاتي بلغن أكثر من 32 سنة ولم يتزوجن أبدا أكثر من 250,000. متوسط عدد حالات الطلاق سنويا أكثر من 45,000 حالة طلاق. عدد الأرامل أكثر من 450,000 أرملة. أما عدد من وصلنا سن البلوغ وأصبحن في سن الزواج ولم يتزوجن بعد أكثر من 2 مليون فتاة. أيها الأحبة، اسمحوا لي في هذه الجمعة أن أتحدث عن مشكلة من المشكلات، ألا وهي مشكلة تأخير الزواج وبقاء كثير من البنات بلا أزواج، إما أنهن لم يتزوجن أو كن مطلقات أو أرامل. ولهذه المشكلة أسبابها يرجع بعضها إلينا جميعا، إلى المجتمع، وأخرى إلى أولياء الأمور، وأخرى إلى الفتيات أنفسهن. فأما الأسباب التي ترجع إلى المجتمع: تعقيد أمور الزواج بما دخله من عادات وتقاليد مخالفة للشرع أدت إلى غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج الذي أصبح بعيد المنال عن كثير من الشباب والشابات. ومنها أن بعض الأسر تأنف أن تزوج البنت الصغرى قبل زواج أختها الكبرى، يظنون أن نصيب الكبرى قد يبور بسبب ذلك، أو أن ابنتهم الكبرى قد تصاب بعقد نفسية حين ترى أخواتها يتزوجن قبلها، متجاهلين أن فعلهم هذا قد يؤدي إلى حرمان بناتهم جميعا من الزواج. والزواج رزق ونصيب يقدره الله جل وعلا، لا بد من الإيمان به. كم من فتاة صغيرة تزوجت قبل أختها الكبرى ثم لحقتها أختها بعدها بفترة قصيرة. لا ينبغي على عاقل أن يسد الأبواب على بناته بهذا التفكير. وأما الأسباب التي تعود إلى أولياء الأمور: منها رفض بعض الآباء تزويج بناتهم لغير أبناء القبيلة أو لغير أبناء العائلة أو ممن هو دونهم في الطبقات الاجتماعية بحسب العرف الاجتماعي، فيردون لذلك كل من يخطب بناتهم ولو كان صالحا حتى يكون، ويفوت عليهن قطار الزواج في سن مبكر. وبعض البنات يشتكين من ظلم آبائهن وتقيدهم بهذه العادات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومنها أيضا عطل بعض الآباء بناتهم من تزويجهم بأزواجهم السابقين بعد طلاقهم لهن، وقد رضي الطرفان على استئناف الحياة الزوجية. واسمعوا لهذا الخبر عند البخاري من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، قلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، يعني الرجال وضع مثل ما يقولون اليوم. وكانت المرأة يعني أخته تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله سبحانه: فلا تعبروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله؟ قال: فزوجها إياه. أيها الإخوة، هنالك أسباب للأسف تخص الفتيات كرغبتهن في إكمال دراستهن على حساب زواجهن، فكلما تقدم إلى الفتاة خاطب ردته، ولا تزال تفعل ذلك حتى تتفاجأ بأنها قد كبرت أو أحجم عنها الشباب، مع أن كثيرا من الفتيات تزوجن وأكملن دراستهن، فلا تناقض بين الزواج والدراسة، بل إن بعض الأزواج
كان حريصا على إكمال زوجته لدراستها، مشجعا ومعينا لها على ذلك. ومن ذلك أن بعض من الفتيات قد ترسم في أحلامها أوصافا لشريكها في المستقبل متأثرة بالأفلام والمسلسلات والمواقع الهابطة، وهذه الأوصاف خيالية غير واقعية، فتستمر الفتاة في أحلامها حتى تستيقظ وقد كبر سنها وعزف الشباب عنها. ومنها تأثر بعض الفتيات بما يبثه الإعلام من تضليل وتزييف فيما يتعلق بأمور الزواج، فتجد كثيرا من المسلسلات والأفلام والمواقع تشجع الشباب والفتيات على فساد الأخلاق والعلاقات المحرمة فيما يسمونه زورا وبهتانا حالة الحب قبل الزواج، فيسممون أفكار البنت حيث يغرسون في عقولهن ألا زواج ناجح إلا عن علاقة حب وعاطفة قبل الزواج. ويغيب عن عقل الفتيات أن هذا الأمر هو من الفسق والفجور، وكيف يجعل الله جل وعلا في الفسق خيرا وبركة. يغيب عنهن أن أجيالا كاملة منذ قرون لا يعرفون مثل هذه العلاقات المحرمة التي يروج لها الإعلام الفاسد، وكانت زواجات الأولين كما يقولون يضرب بهن المثل في الأخلاق وحسن المعاملة والحب الحقيقي. والله يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالمودة والمحبة والرحمة بين الزوجين إنما تكون بعد الزواج لا قبله. وليس هذا فقط ما تأثرت به بناتنا من وسائل الإعلام، فهناك النظرة السلبية إلى تعدد الزوجات، حيث ترفض بعض البنات أن تكون الزوجة الثانية، ولا فرق في الإسلام بين الأولى والثانية في كل الحقوق، وهذا سبب من أسباب العنوسة، حيث إن كثيرا من المجتمعات ترتفع فيها نسبة الإناث عن الذكور. ومن علاج هذه المشكلة التعدد، وإلا بقي نساء المجتمع بلا زواج. ومن نظر إلى المجتمعات المسلمة قديما لن يجد امرأة بلا زوج، حتى الأرملة والمطلقة ولو بلغ عمرها ما بلغ تجد لها زوجا يسترها. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين إمام الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الإخوة في الله، إن معالجة تلك الأسباب يكون علاجا لهذه المشكلة، فعلى أهل الحل والعقد في المجتمع مسؤولية كبيرة في تيسير أمور الزواج والتخفيف من تكاليفه والابتعاد عن تلك العادات السيئة التي أخرت كثيرا من الشباب عنه. وهنا نتساءل: لماذا التغالي في المهور ونحن نعلم أن من سيدفع ثمن ذلك هم أبناؤنا وبناتنا؟ أليس من المؤسف أن يكون الزواج وما يصاحبه من احتفالات وولائم مظهرا من مظاهر الفخر والتعالي؟ بعضهم يغالي ويزايد كي يسبق غيره فقط، أو كي لا يقال عنه إنه أقل من فلان، أو يتحدث الناس عن عرسه، مما يؤدي إلى عجز الشباب عن الزواج وانصرافهم من الحرام، بالذات في زماننا هذا. أيها الناس، اعلموا أن بركة الزواج في يسر المهور وقلة التكاليف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من يمن البركة تيسير خطبتها وتيسير صداقها
وتيسير رحمها. رواه أحمد والحاكم وحسنه الألباني. لا تجعلوا العادات والتقاليد تقودكم إلى ما يرضي الله جل وعلا، واجعلوا الشرع حاكما على تصرفاتكم وعاداتكم. ما وافق شرع الله فخذوه، وما خالف شرع الله فذروه. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها الآباء، إذا تقدم لخطبة بناتكم من حسن خلقه ودينه فلا تردوه، فإنكم إن فعلتم ذلك للعادات والتقاليد فقد خالفتم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم القائل: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عليم. كم من أب ضل في مال الخاطب ومنصبه وجاهه ووظيفته، ثم ندم بعد ذلك حزنا وأسفا على ابنته من سوء معاملة زوجها لها. الله الله في بناتكم، لا تبيعونهن بدنيا فانية، واختاروا لهن الأكفاء من الأزواج. ليس المراد من الكلام كل من تقدم لكم فزوجوه، بل اختاروا لهن الأكفاء من الأزواج. أيها الآباء، ربوا أبناءكم وبناتكم على الفضيلة والأخلاق النبيلة، واحذروا من تأثير الإعلام الفاسد الهادف خاصة على عقول الفتيات. فما الذي غير عقول كثير من النساء وجعلهن يحملن تصورات خاطئة وأفكار غير صحيحة فيما يتعلق بأمور الزواج، غير ما يبث في وسائل الإعلام ليل نهار، ويستهدف فكر المرأة وأخلاقها على وجه التحديد، لأن المرأة هي محور بناء الأسرة، فإذا ظلمت المرأة انتهى دور الأسرة. من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. رب البنات على الفضيلة إنها في الموقفين لهن خير ميثاق. وعليكم أن تستدين بناتكم نور الهدى وعلى الحياة الباقي. صلوا وسلموا على الهادي البشير وسراج المنير. فقد أمرنا ربنا بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن آل بيت نبيك الطاهرين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم استر عوراتنا، اللهم احفظ اعراضنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم احفظ اعراضنا، اللهم وفق الشباب والشابات لما يرضيك وابعدهم عن الحرام يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم من ارادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقه وأيده بتأييده، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة المصلحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ازل عنا هذا الداء، اللهم ردنا اليك ردا جميلا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.